استاذ احمد، مطلوب ايه من الزمالك علشان الكام يوم اللي فاضلين دولت هو اهم حاجه ان هو يقفل قصه سيراميكا خالص. عامله صداع يعني. انا كنت بالصدفه في نادي الزمالك النهارده. الناس من النهارده الماتش بالليل يعني واخد بالك، الماتش كان المفروض واخد بالك الناس تتكلم بقى على الماتش اللي جاي وهيعملوا ايه في العوده والكلام دوت مع اتحاد العاصمه. لا، الناس مركزه مع سيراميكا. طب يعني انت حتى اعضاء صحيح كان عندك راي بتقول مش عايز حكام اجانب لماتش سيراميكا؟ لا، هي ما اتقالتش كده بالظبط يعني. هي ما اتقالتش. انا رايي ان الحكام المصري الحكام الاجانب مش في مصلحه الاهلي والزمالك. فانا بستغرب اما الزمالك، نبدا بالزمالك او الاهلي بيطلبوا حكام اجانب. ما بقولش ان الحكام المصريين هيحكموا لهم، بس على الاقل بالنسبه لهم اقل ضررا من الحكام اقل ضرر ازاي يا استاذ احمد؟ اقل ضرر ازاي يعني الحكم المصري؟ اقول لك انا كويس ان لا يعني الحكام الاجانب ممكن يحكم عليك ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وحصلت كتير. لكن المصري على الاقل هيديك حقك، مش هيزود يعني مش هيجود. بتاعه الكونفدراليه امبارح لو مصر يحسبها على ايه؟ يلغي لك الجون ويرجع ببنالتي، مصر ممكن يحسبها؟ ايه المشكله؟ ما انا بقول لك لا، فعلا ضربه جزاء. فعلا طبعا. لا السؤال وحصلت قبل كده. لا هو بيقول لو حضرتك مذيع، لو حكم حضرتك مذيع وعباس المذيع، حضرتك مذيع اشمعنى حبيبي بحبه بحبه يا عم رئيس تحرير المذيع لا بحبه يا عم بحبه يا عم. طب السؤال كان مني انا، السؤال كان مني انا، السؤال كان مني انا. انت اللي طلعت انت رجعت في الاتفاق. انا بس انا بقول ده يا جماعه، انا بقول من الاخر لا طبعا الحكم المصري افضل. لا السؤال عايز هنختم الحلقه بقى خلاص. السؤال انا كنت عايز اخد بس من شوقي. هوبا